اهلا بيكم. حلقه النهارده عن تبييض الاسنان. الحلقه النهارده لكل المتابعين اللي مهتمين وعايزين يعملوا تبييض اسنان. الحلقه النهارده هتكون عن تبييض الاسنان ما بين استخدام ادوات وخامات امنه جدا وفعلا هتبيض لك اسنانك بطريقه امنه وصحيه، وما بين استخدام ادوات وخامات ممكن تجيب نتيجه عكسيه مش هتبيض الاسنان بل وهتضر اسنانك. فلو انت مهتم بتبييض الاسنان اعمل لايك للحلقه، وطبعا اعمل اشتراك في القناه وتابعني للنهايه. لكل اللي فاكرين ان تبييض الاسنان حاجه سهله وممكن اخد وصفه من على التيك توك او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وهعملها بكل سهوله وهتديني نتيجه حلوه واسناني هتبقى بيضه وجميله. حلقه النهارده هتكون عن تبييض الاسنان، امتى تعمل تبييض اسنان وايه الصح وايه الغلط وازاي تعمل تبييض اسنان من غير ما تضر اسنانك. فنجان قهوتك ويلا بينا. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. والاول كده خلينا نعرف يعني ايه تبييض اسنان. تبييض الاسنان مش معناه ان احنا بنغير لون الاسنان، تبييض الاسنان معناه ان احنا بنرجع الاسنان للونها الطبيعي. وخليك مركز معايا في كلمه ان احنا بنرجعها للونها الطبيعي. اللي بيعملوا تبييض الاسنان هو بيشيل التصبغات اللي اتكونت على مدار الوقت نتيجه لبعض العادات او الحاجات اللي احنا بنشربها او بناكلها زي شاي زي قهوه، بعض المدخنين او اي اكل فيه تصبغات. كل الحاجات دي بتعمل طبقه تصبغات على الاسنان، ووظيفه التبييض هنا انها تكسر الطبقه دي وترجع الاسنان للونها الطبيعي. طيب احنا عاوزين نعرف ايه هي انواع التبييض. التبييض نوعين، نوع في العياده ونوع التبييض الثاني تبييض منزلي. ومن اساميهم ده بيتعمل في العياده عند دكتور الاسنان وده بيتعمل في البيت عن طريق الحاله نفسها. تبييض الاسنان في العياده بيبقى عن طريق دكتور الاسنان وتحت اشراف طبي، بيستخدم مواد قويه وامنه في نفس الوقت، والنتيجه بتكون سريعه وواضحه من اول جلسه، ودي امن طريقه تبييض اسنان على الاطلاق وبدون مقارنه. طريقه التبييض الثانيه طريقه التبييض المنزلي، ودي بتبقى عن طريقك انت. الدكتور بيديك قالب او تري كده على شكل اسنانك، بتحط فيها حاجه معينه وبتبدا تستخدمها لتبييض الاسنان. وده بيحتاج وقت اطول شويه لكنه بيدي نتيجه كويسه لو انت استخدمته صح وتحت اشراف الدكتور كويس. لكن وعلى العكس كل الوصفات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا كلها وصفات بتاذي الاسنان، وحتى لو حصل منها تبييض بيبقى مؤقت، زي وصفات الفحم ووصفات الليمون ووصفات البيكنج صودا. كل دي حاجات غير امنه اطلاقا، بل بالعكس بتاذي الاسنان. بتيجي حاله تقول لي انا اعرف حد استخدم المواد دي او الطرق دي او الوصفات دي واسنانه فعلا ابيضت. هي فعلا هتبيض لكن مش بالطريقه الصحيحه اللي قايم عليها مبدا التبييض، اللي هو ازاله الصبغات من طبقه الاسنان، بل بالعكس المواد دي بتقشط او بتشيل طبقه من طبقه مينا الاسنان، وبالتالي بتديك احساس كاذب بالتبييض. وطبعا لو استخدمت المواد دي وشالت لك طبقه من طبقه مينا الاسنان انت كده رايح ناحيه رقم واحد حساسيه، تبدا اسنانك تتحسس ناحيه الساقع والساخن واحيانا الهواء كمان، لانك شلت جزء من طبقه المينا اللي بتحمي طبقه تحتها اسمها طبقه العاج، واللي غير مسموح ليها انها تتعرض لكل المواد دي. كمان مع الوقت وبعد التبييض اللي انت لقيته من المواد الغلط دي بالعكس اسنانك هترجع تصفر اكتر من الاول، لان سطح السن نفسه بقى خشن، بقى رف بسهوله جدا جدا بيمسك فيه اي بواقي اكل او تصبغات من اكل او مشروبات. وطبعا كل ده بيؤدي لحاله من الضعف في الاسنان. فنصيحتي ليك لو انت عاوز تعمل تبييض اسنان تروح لدكتور الاسنان، هيعمل لك تبييض اسنان في العياده بطريقه امنه وبمواد امنه، وبعد كده بتكمل تبييض منزلي بنفس المواد الامنه وتحت اشراف الدكتور، هتلاقي في الاخر نتيجه مرضيه وامنه جدا. نجاوب بقى على سؤال الحالات الثانيه اللي بتقول هل التبييض نفسه امن على الاسنان؟ يعني انا لو رحت عياده اسنان وعملت تبييض اسنان انا كده ما اذيتش اسناني؟ تبييض الاسنان لو اتعمل بطريقه صح امن جدا، لو اتعمل اي طريقه غلط بيبقى غير امن نهائيا. واقصى مضاعفات ممكن تلاقيها لو عملته في عياده اسنان التهابات بسيطه في اللثه او حساسيه ما بعد التبييض، ودي كلها بتبقى حاجات مؤقته وطول ما هو تحت اشراف طبي بتخف ومبيبقاش في اي مشكله منها. السؤال الاهم هل كل الناس ينفع لها تبييض؟ والاجابه لا، حالات معينه اللي بينفع لها تبييض اسنان. يعني انت علشان تعمل تبييض اسنان والدكتور يوافق انه يعمل لك تبييض اسنان لازم يكون اسنانك سليمه، ما فيهاش تسوس، ما عندكش اي التهابات لثه، لان ده كله مش هيظهر نتيجه التبييض، وحتى لو عملته وانت عندك الحاجات دي مش هيديك النتيجه المرضيه اللي انت عاوزها من التبييض، وده مش هيكون خطا عند الدكتور او المواد اللي استخدمها، هيكون المشكله في اسنانك انت. فلو عندك تسوس في الاسنان او جير على الاسنان او التهابات في اللثه، الحاجات دي هنبدا نعالجها الاول كلها تتعالج والدنيا تبقى تمام، نبدا نفكر في موضوع التبييض. وهنا يجي السؤال الاشهر، التبييض الاسنان حاجه دايمه ولا هعمله كل فتره؟ تبييض الاسنان بيستمر من 6 شهور لسنه، وطبعا يكون معمول بطريقه كويسه. والفتره دي او المده دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على عاداتك، هل انت بتشرب شاي كتير، قهوه كتير، هل انت مدخن ولا لا؟ كل ده بيأثر على نتيجه تبييض الاسنان ومدى استمراريته. علشان كده تعالى اقول لك على بعض النصايح لو عملت تبييض اسنان، لو عملتها هتحافظ على اسنانك زي ما هي وهيبقى عندك فرصه اطول لاستمراريه تبييض الاسنان. اول حاجه قلل شرب شاي وقهوه. احنا بنقول قلل عشان الحالات بتقول لنا انا ما اقدرش استغنى عن الحاجات دي، مفيش مشكله، لكن تقلل فنجان فنجانين كوبايه كوبايتين في اليوم، وطبعا مع الالتزام بتنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون بانتظام. وزي ما احنا قلنا قلل شرب شاي وقهوه، هقول لك امنع التدخين. التدخين ممنوع بعد التبييض.
التدخين من احد الاسباب الرئيسيه لاصفرار وتغير لون الاسنان. التدخين احنا هنقول كلمه واحده فيه، التدخين هو عدو اي حاجه تجميليه هتعملها في اسنانك، فالتدخين قولا واحدا بنبطله بعد تبييض الاسنان. طبعا الاهتمام والانتظام في تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون بصفه يوميه مرتين في اليوم صبح وليل. كمان يفضل اي مشروب ملون استخدم معاه الشاليمو. استخدامك للشفاط وانت بتشرب اي مشروب ملون بيقلل كميه تعرض الاسنان كلها للمشروب ده، وبالتالي بيقلل فرصه ترسب التصبغات على الاسنان، وبالتالي بيحافظ على تبييض الاسنان. واكيد وطبعا هتعمل ازاله جير عند دكتور الاسنان في عياده الاسنان كل 6 شهور. وقبل ما امشي واسيبك تعال اقول لك على حاجه محدش هيقولها لك، مش كل حالات التبييض بنقدر نوصل بيها لنفس درجه تبييض الاسنان، لان اللون الطبيعي للاسنان بيختلف من شخص للتاني، واحنا قلنا في التبييض عاوزين نرجعك للون اسنانك الطبيعي، فمالكش دعوه وما تقارنش نفسك بحد عامل فلتر على انستجرام لاسنانه وتعتقد ان ده تبييض. ده له تبييض ولا فينير، ده مجرد فلتر. تبييض الاسنان حاجه طبيعيه وامنه جدا جدا، هنرجعك للون اسنانك الطبيعي علشان اللي يشوفك يقول اسنانك جميله، ما يقولكش ايه اللي انت عامله في اسنانك ده. واخيرا عايز اقول لك ان تبييض الاسنان ممكن يكون حاجه رائعه وواو لو اتعمل صح، لكن لو مشيت ورا اي ترند او اي وصفات على السوشيال ميديا انت كده بتأذي اسنانك مش بتحسن شكلها. ومش عايزك تنسى دايما ان ابتسامتك عنوانك. اخيرا لو عرفت افيدك في الحلقه دي اعمل لايك للحلقه وشيرها، وطبعا اشترك في القناه، شير الحلقه لكل حبايبك واصحابك خليهم زيك يهتموا بصحه اللثه والاسنان. وطبعا ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات لو ليك تجربه في تبييض الاسنان عند دكتور الاسنان، او لو بتفكر تعمل تبييض اسنان، او لو عندك اي استفسار بخصوص تبييض الاسنان. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.